مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. طبعا يا جماعة، اليوم بدي أحكي عن موضوع كتير مهم، وهو أهم شي هلأ عنا بين المواضيع كلياتها. تمام؟ الموضوع المهم اللي أنا بدي أحكي فيه واللي ما تطرق له ولا حدا، واللي اليوتيوبرز كلهم على التفاهة وبيعطوا رأيهم بانتقادات أشياء تافهة جدا. تمام؟ مع احترامي للجميع يعني. ف بس عندهم يقيموا والله كيف الإطلالات على الترند كذا، وكيف إطلالات هدول الناس، يعني أشياء تافهة. احنا بنحكي هنا بهاي القناة عن أشياء مهمة جدا جدا جدا. أنا بيعنيني إنه الأشخاص اللي بيتابعوني يكونوا واعيين جدا جدا جدا، أو أتليست يوعوا على المخاطر القادمة. تمام؟ أول شي يا جماعة، الهوية الرقمية. هذا أول شي رح نحكي عنه اليوم، الهوية الرقمية. يا جماعة، الهوية الرقمية مش بس خطيرة، بما إنها بإيد النظام العالمي، بما إنها بإيد النخبة، فهون الخطر. هلأ هي كإشي بوزيتيف، بإمكاني أنظر لإلها من جوانب محددة بس إنها تكون بوزيتيف. تمام؟ بس غير هيك أولا، في العديد من البلدان هلأ عم بجري إقالة موظفين بنسبة 60%، يعني من 50 ل60%. أنت بتعرف شو يعني إني أنا أستغني عن خدمات موظفين من 50 ل60%؟ أنتوا عارفين شو يعني هذا الحكي؟ يعني أنت كإنسان ما إلك قيمة، أنت كإنسان عزيزي ما إلك قيمة. أوكي؟ أنت إنسان ما إلك أي قيمة حرفياً. يعني تخيلوا يا جماعة، أنت اليوم يستغنوا عنك ويجيبوا بدالك جهاز يشتغل عنك الدور اللي أنت بتقوم فيه، فأنت بطل إلك قيمة. أنت عندهم ناس سينج، أنت شو بتقدر تعمل؟ إحنا خلص عندنا ماشينز وعندنا أشياء وعندنا ذكاء اصطناعي، هو بقوم عنك عن المهمات اللي أنت بتقوم فيها. أنت متخيل عزيزي لوين إحنا وصلنا؟ وبحكوا لك إياها بكل وقاحة على العلن، بكل وقاحة بحكوا لك إياها على العلن، وبحكوا لك فهمت ما فهمت لبلاش. فاللي عم بيصير حرب حرفيا، بس حرب مش فيها أسلحة وكذا، لا، حرب يعني نفسية من الدرجة الأولى، وحرب تجويع من الدرجة الأولى. وهلأ كل إشي صار تمام. هلأ القضاء رح يصير على القضاء، ما في قضاء هلأ، رح يصير عنا بيبلز وكذا أو بيرسونز يستلموا هذا المنصب. لا، هلأ اللي بده يحكمنا الذكاء الاصطناعي عزيزي، الذكاء الاصطناعي، وعم بينوموا لهذا الموضوع وعم بدرسوه بشكل يعني حثيث. لا، هم صادقوا عليه. أنا حابة أحكي لك إنهم هم مش بس درسوه، وهم صادقوا عليه. فنستنى شوي تمام لبين ما يصير عنا الموضوع هذا بشكل جدي جدا. يطلعوا يحكوا لك احنا استغنينا عن خدمات المحاميين وعن قاضي القضاء وعن هدول الناس اللي بيشتغلوا في مراكز مهمة، فهيك احنا استغنينا عن خدماتهم. تمام؟ هذا صادقوا عليه قانون، صادقوا عليه وخلص. مش بس ببلد، لا، مش بس ببلد، في عدة بلدان. ورح نشوف الأيام الجاي كيف عم تثبت هذا الإشي. الصحة برضو، قطاع الصحة كله رايح للأتمتة. يعني الناس برضو اللي عم بيشتغلوا بقطاع الصحة تمام، مصيرهم سوف يؤول إلى إقالة 50 إلى 60% منهم. لأنه مين حل بدالهم؟ الماشينز، الذكاء الاصطناعي، الناس اللي بتقدر تشتغل الشغل تبعهم، وخصوصا اللابس والناس اللي باللابس وكذا، يعني أكتر ناس متضررين. وبالتالي إني أجيب ناس تشتغل بوظائف هي حال البدالة الذكاء الاصطناعي، ما في. تمام؟ هيك فرص التوظيف صارت قليلة جدا، وبالتالي بطالة مرتفعة جدا. تمام؟
عدا عن ذلك يا جماعة، هلأ أتمتوا لك الممتلكات، يعني أنت ممتلكاتك كعقارات وكذا صارت كلياتها وين؟ على الابليكيشنز اللي لكل بلد اعتمدوه. يعني أنت لا تملك شيء، من الآخر أنت صرت لا تملك شيء. وليش فرضوا الهوية الرقمية يا جماعة؟ لأنه هم هلأ شغالين على أنهم يأتمتوا كل إشي. وقت الجد أنت لا تملك شيء، ووقت الجد أنت لازم تأخذ لقاحاتهم عشان تأخذ راتبك، هاي نقطة. تمام. وانت لما بدك تبيع وتشتري يصير عن طريق الابليكيشن، يعني انت ما في اشي يثبت توقيعك، حتى التوقيع الحي. تمام. هذا رح يصير توقيع الكتروني. يعني اذا يوم من الايام راح صار في خلل فني، كل هاي الاشياء والمستندات بتطير وبتنمسح، وانت شو بتصفي عزيزي؟ بدون اي املاك. تمام، بدون اي املاك تذكر. لذلك انت اذا هلأ انتفضت لحريتك، هذا هو الوقت المناسب. بس لقدام شوي كتير صعب يصير، لقدام شوي انت بمأزق، فكتير صعب انك تتفادى هاي النقطة. تمام. انتوا اعزائي نايمين بشكل انه انتوا مش عارفين شو اللي بيصير حواليكم، مش عارفين انه هدول الجماعة عم بيعملوا على تخفيض مستويات الفكر والوعي عندكم، بحس انكم انتوا ما تفكروا. قلت لكم كيف رح تضروا ممتلكاتكم، اوكي؟ وهلا كل اشي صار عن طريق اللي هو الذكاء الاصطناعي. فهلا تقريبا هم جهزوا 85% من المشاريع هاي، ضل 15%. لازم يكون مجهزينها بحلول 28 29 أو نهاية 27 ماكسيموم. فعم بيروحوا كتير ناس. اوريدي انتوا هلأ، يعني احنا هلأ عددنا كبير، لقدام شوي أعزائي احنا عددنا بقل. ليه؟ لأنه في ناس عم بتموت في مطاعيم كورونا، اللي الناس اللي أخذت مطاعيمها لا شوفها جلطات، ذبحات صدرية، جلطات على الدماغ، شوف قديش سرطانات، يعني وسرطانات من أبراج الجيل الخامس، وهلأ بدهم يركبوا لكم السادس. فكتير الموضوع صار يعني عم باخد مجرى إنه في ناس عم بتموت كتير. وشوف أعمارهم الصغيرة، شوف أعمارهم الصغيرة اللي عم بموتوا، مش كبار كتير، لا، هلاك بيخلصوا منهم بطرق تانية قاعدين. تمام. بيدخل مستشفى بيطلع ميت. تمام. الكبار السن بيدخل مستشفى بيطلع ميت. كيف بدنا نخلص من اللي أعمارهم بالثلاثينات وبالعشرينات وبالأربعينات؟ هدول اتلقحوا، خصوصا بمجال الصحة، التعليم، المجالات العسكرية، المجالات القضائية، كلهم هدول تلقحوا، كلهم أخذوا تلقيح. تمام. فهدول شو صار فيهم؟ كلهم عم بيموتوا شوي عم بتساقطوا. فأنت الآن عزيزي حياتك صارت مهددة بالخطر، وظيفتك صارت مهددة في الخطر، أملاكك صارت مهددة في الخطر. بكرة إذا ما أخذت لقاحاتهم بكبسة زر بيمنعوا عنك كهرباء مي. عم بيبنوا كل إشي خارج الحدود التنظيمية. ليش؟ عشان هديك تصير حدود للناس الملقحين واللي بيقدروا يستعبدوهم، يعني انت تكون عبد لإلهم. لأنه اللي رح يتبقى من هون ل 2030، الناس اللي رح تتبقى من هون ل 2030، تمام، هلا الناس عم تتساقط، عم بتموت، وانتوا عم بتلاحظوا عدد الوفيات على الانترنت كيف عم بزيد بكل بلد. فاللي بيراقب اتجاه الوفيات كيف عم بيصير، تمام، بيعرف انه انخفضت نسبة السكان بعدد كبير كتير عن قبل. فمن هون ل 2030 رح يصير في تجويع، حروب، فيضانات، زلازل هم السبب فيها. غاز الكمتريل عم برشوا لكم اياه ليل نهار. ليه؟ لانه هدفهم انهم يفعلوا الشرائح اللي جوا جسمكم. هدفهم انه انتوا تصيروا زي الوايرلس، ترسلوا وتستقبلوا.
أجسادكم تصير ترسل وتستقبل. لذلك هلأ إذا أنت عم بتفكر بشغلة بتطلع لك على الإنترنت وأنت بس بتفكر فيها، حتى لو بعدت عن تليفونك آلاف الكيلومترات بس بتفكر فيها وترجع لتليفونك راح تلاقي إنه الإشارة لقطة لساتها. وهذا جدا خطير، هذا موضوع مش جدا بسيط. بكرة يا جماعة بيبان كل إشي. انتوا هلأ بتحكوا لنا لا انتوا شو بتتخيلوا نظريات مؤامرة. يا حبيبي ما المؤامرة غير عليك. كل شي بيصير بشكل سريع، انت ما بتلاحظ اخبار اصلا، انت ما بتحلل اخبارهم، مجرد تحليل ما بتحللها. وين ما كنت على وجه هاي الارض، وين ما كنت كلياته ما احنا هلا عددنا كبير، لقدام شوي هنبدأ نتناقص وهم اللي عددهم يصير كتير. وطبعا هلا اللي اخذوا لقاح كورونا ابنائهم احتمال كبير ما يخلفوا. يعني مين؟ يعني ابليس زرع لقاح كورونا باللي من الناس اللي كانوا يخلفوا، اوكي لهلا بيخلفوا بس اولادهم ما هيخلفوا. والايام بتثبت ذلك، رح نشوف نسبة العقم كبيرة، نسبة العقم ازدادت. فيا جماعة الموضوع مش هين، مش سهل. هم بيحاولوا يخوفوكم انتوا ويمتصوا طاقتكم الإيجابية ويحولوها لسلبية عشان تضلوا خايفين وخاضعين لإلهم، رغم إنه لازم يصير العكس. تركين 300 بني آدم يتحكم فيكم، تركين 300 بني آدم حوالين العالم كله، النخبة يتحكموا فيكم، وهدول لا يتجاوزوا 1%. فالخيار برجع لإلكم. الخيار برجع لأنتوا شو بالنهاية إيش قررتوا بالنسبة لحياتكم. وكرمال الحياة بتصير أصعب من قبل. أنا ما بشائم فيك، لكن هذا اللي وصلنا له بإيدنا إحنا، مش بإيد حدا تاني، بإيدنا نحنا، لأنه إحنا اللي سمحنا لإلهم إنه الذكاء الاصطناعي يحل محلنا، إنه إحنا والله يكون حدا مدانا. أنا بحكي لك في مجالات بتحتاج بعض الأحيان إنه نقطة من الذكاء الاصطناعي تحل محلي، لكن ما بتحل محل كومباني كاملة، تمام؟ ما بتحل محل العنصر البشري. فإحنا اللي وصلنا لهاي المرحلة، إحنا اللي وصلنا إنهم يتحكموا فينا، إنها تصير أملاكنا نبيعها ونشتريها عن طريق هوية رقمية. يعني أنت لا تملك شيء، يعني مستنداتك طارت، كل شيء طار. فالأيام القادمة استعدوا لإلها كتير منيح، لأنها مش أيام أفضل إشي. يعني أنا بحكي لكم إياها، بس الأفضل إشي إنك أنت تبقى مع رب العالمين، إنك أنت تسوي الشي الصح، إنك أنت ما تخضع وتخنع لهدول الناس اللي عم بتحكموا في العالم كله، ولازم نوقفهم عند حدهم وين ما كنت تكون، لأنه الموضوع مش سهل ومش هين. شكرا كتير لكم.